الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم التاريخ 27 شهر ذو القعدة 1437، اليوم الثلاثاء. ألتقي مع أعظم شخصية بالنسبة لي من بعد الوالد والوالدة، وهو أخو الوالد العم أبو علي. يبا قل لنا اسمك الرباعي. حسين عبد الله محمد الحاجي. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. كم لك من العمر الحين يبا؟ الحين أمشي في 81. 81 لك طلعت العمر إن شاء الله. عمرك إن شاء الله. الوالد كان حج عبد الله، شنو كانت أعماله؟ أعماله أول قبل يومنا شباب في الغوص، يروح البحر غوص في الغوص. طيب. طل سنين تالي رجع ثاني، عود ثاني إلى البلاد، عود يعيش الحياة. طيب. حايك. طيب. قزر عمره باجي عمره في الحياة إلى نهاية عمره. إلى نهاية عمره وهو في الحياة. وهو في الحياة. طيب أمه شو اسمها الحج عبد الله اللي هي جدتك؟ اسمها زينب بنت عيسى مطوع. زينب بنت عيسى مطوع. اي نعم، مطوع غير مطوع ندري. اها، من وين اصلهم يعني؟ عدنا ما هو ما ادري. ما تدري؟ لا. طيب خواته الحج عبد الله من ذلك خواته؟ خواته 3. اللي هي مريم ام محمد يوسف ابراهيم الحاجي. طيب. والثانية فاطمة اللي هي مرت الحسين عبادي. طيب. آخر شيء قزر عمره في الكويت. طيب، هذا أمه. أمه. طيب. هذا أخته، أخت أبوي. طيب. والثالثة في الفوف اللي ما أعرف، نسيت اسمها. في الفوف. الثالثة 3 خوات. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب أنت أمك شو اسمها؟ فاطمة. فاطمة بنت علي حسن الحاجي. طيب أنت أول بداية حياتك هل درست مدارس؟ ها؟ هل درست أنت؟ تعلمت القراءة والكتابة؟ إيه، تعلمت عند المرحوم الله يرحمه سيد ياسين المسوي العيوني. طيب. بالتالي قعدت في المدرسة وكملت في المدرسة لمن الخامس. طيب، مدارس حكومية؟ مدارس حكومية. طيب، كانت ذيك الأيام أي مدرسة دخلت؟ أول ما خشيت مدرسة اللي الحين في الجلعة، سوق التمر قبل. اي نعم. هذا 3 ليال، بالتالي هديته. فتحت مدرسة اللي هي الحين مدرسة الملك عبد الله الثانوية اللي عند دروازة نجم. طيب. درس فيها إلى من وصلت الخامس، بالتالي هديت. طيب أعمالك، بداية أعمالك شنو؟ بداية أعمالي في الحياج. طيب. ضلت سنين. كم عمرك كنت وأنت في الحياج؟ في الحياج روس عيش وأنا عمري يمكن تقريبا 11 سنة. طيب. صغير يعني، يوم نتعلم صغير. هذا يوم نتعلم الحياج. تالي هديت، تعلقت في الأعمال بقيق والظهران. طيب. عودنا ثانية. في ايش الأعمال اللي بقيق والظهران؟ عامل. طيب، في ايش عامل؟ عامل صناعي، صناعي تبع مساعد نجار. طيب. نجار ملت رامكو. طيب. خشن ما خشن كذا، مش يعني ناعم في منجرة وغيره. خشن. آخر شيء هديت، تعودت الحياة. أخوي الله يرحمه تعلم الخياطة، الله خير، وعلمني الخياطة. طيب. وظلينا في الخياطة يعني سنين. آخر شيء هديت الخياطة، عودت ثانية، فتحت السجل، صرت مقاول. طيب. ظلت سنين. فتحت السجل سنة 1398. 98 فتحت هجري. السجل. طيب. تالي كسرت السجل مرة واحدة. طيب. الآن عودنا، الحين جالسين. بعدين فتحت لك سجل آخر ولا آخر شيء هو نفس السجل؟ لا، فتحت لي اسم آخر، سجل آخر الأول مقاولات، والتالي سويته مؤسسة باسم ابو صاحب تقريبا. لا، بدأ باسمي أنا. باسمك أنت؟ إيه.
اها الى اخر باسم بصاح بس كذا، بس اشهر. بالتالي كنسلته، سويت سجل باسمي انا. باسمك. وجبت لي عمال باسمي، ظليت اشتغل في بقيق والعضليه. اول ما فتحت 1406 البيوت، هبت بيوت من الزغيره، قمت اشتغل في البيوت، صرت مقاول. الى اي عام؟ عام 1408 87. 1408 انا اشتغل في بيت صالح ناصر القنبر. صالح ناصر عبد الله القنبر. جيب لك رباعي. اي نعم. هذا اخر بيت؟ لا، في بيوت واجد. في بيوت بعد. اي منهم الله يرحمه بيت جاسم ولد محمد فرحان، جاسم محمد علي الفرحان. هذا من البيوت اللي انا بنيت في النزهه. تقريبا يعني اخر سنه 8 وقفت المقاولات. 1408 فتحت السجل، قمت اشتغل. طيب. لما 1411. اها. فهم 1411 وانا اشتغل في المقاولات. وانت تشتغل في المقاولات. اخر شيء سنه 11. اها. من بعدها ما فتحت لك سجل؟ لا خلاص. الله يعطيك الصحة والعافية. الله إن شاء الله. طيب يبا الحجي عبد الله جاب أول واحد أبوي عيسى. اي نعم. طيب والثانية؟ الثانية جاب مريم أم أحمد. ها؟ جاب واحد اسمه حسين. طيب بعد عيسى حسين. طيب بعد حسين جاب اللي هي أختي مريم أم أحمد. طيب الحين أم أحمد، قبل معاش الحين قال له أم أحمد. طيب. الله يرحمها. الله يرحمها. تالي جبت أنا. واسمي قبل أول ما جبيت اسمي عبد الحسين، إن ذاك الأولي حسين. أنا خلوني اسمي عبد الحسين. تالي صار من مشهد على حسين. تالي جات أختي اللي هي أم حسين اللي في الشعبة، ليلى. اللي هي ليلى. اي نعم. هذا آخر شيء. هذا آخر شيء. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب المجلس كان الوالد يفتحه هو ولا كان أبوك الحجي عبد الله بعد القراءة الهاشمية؟ من أيام ذيك الأيام. بعد القراءة الهاشمية يفتح الوالد، اللي يفتح يسوي الشاهي ويجي الحجي عبد الله يعني كان في البداية. في البداية. اي نعم. قبل الأخ والجمع القهوة يومية تستوي القهوة الظهر، عقب صلاة الظهر الساعة 8 يجون يجمعون الحيات، يجون يجمعون هنا. طيب. منهم عيال عمي علي، عيال عمي عبد علي، ناصر إبراهيم، أحمد إبراهيم، يجون هنا ويسقفون. يتجمعون الظهر والعصر أيضا. العصر يجون هنا عند مسيان هنا ويشربون الشاي ويعينوا خير ويقومون على مسجد. تالي آرث المكان أخوي الله يرحمه، من بعد الوالد آرث أخوه. ومسكه. اي نعم. طيب أنت أول ما تزوجت هل سكنت في ذا البيت؟ اي نعم. أول ما تزوجت هنا في البيت. أول شيء سكنت في ذا البيت يعني؟ اي نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. كم سنة تقريبا سكنت فيه؟ جبت علي وجبت؟ لا، طلعت من هنا عزلت لحالي، ما عندي أحد. ما عندك أحد؟ كنت توك يعني سكنت جا فترة بس بسيطة. ايه. وطلعت. ايه. طلعت سكنت 4 سنين بيت عمي محمد اللي الحين فيه طول العمر والسلامة، قسم اللي فيه هذا شو اسمه علي بوشمة. اي نعم. قسم اللي فيه علي بوشمة. هذا سكنت فيه؟ سكنت فيه انا وياهم جميعا. 4 سنوات. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب ذيك الأيام أنت تروح مع قاسم بلادي أبو محمد الزواجات وغيره؟ أيوة. كنت في إيش تروح وياهم؟ تبع الفرقة؟ تبع الفرقة. اي تبع الفرقة يعني. ايه تبع فرقة البتول تبع يعني. البتول. اي تبع البتول. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. طلت العمر إن شاء الله. ليش؟ إن مستحبين لي إني عبارة حسري فيه، مستحبين لي إني يصير وياهم. يعني الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.